بيبدأ الملخص بتاعنا في بيت بسيط ومتواضع، وبنشوف بنت جميلة وطيبة اسمها شان، ودي بتكون ساكنة وعايشة مع خالتها القاسية وبنت خالتها المدللة يونج. ولكن فجأة وبدون مقدمات خالتها بتكتشف ان شان حامل من وراهم، وبتحقق معاها لحد ما بتعرف ان الاب وريث عائلة جيانج الغنية جدا. وساعتها الخالة الشريرة بتلمع الفكرة في دماغها، وبتقول لشان بخبث ان العيلة دي صعبة جدا ومتشددة، وانها مش هتقدر تتعامل معاهم بوضعها ده، وانهم هيرفضوها. ولكن بتكمل الخالة وبتقول ان بنت خالتها يونج بشخصيتها القوية وجمالها هتقدر تتعامل وتفرض نفسها، وعشان كده هم ممكن يعملوا خطة شيطانية ويقولوا ان بنت خالتها يونج هي اللي حامل من هارو، ويخلوا ابنهم هارو يتجوزها هي بدل شان. وساعتها كلهم هيطلعوا مستفيدين، هي هتاخد فلوس وابنها يعيش في مستوى كويس جدا كحفيد للعيلة، وبنت خالتها برضه هتعيش في المستوى الراقي ده، لان العيلة لو اكتشفت حمل شان بالصدفة هياخدوا البيبي منها ويرموها في الشارع، ومش هيعملوا اي حاجة ليهم ولا هيعترفوا بيها. ولكن فجأة وفي وسط الكلام ده شان بتسمع صوت طفل صغير جدا وكأنه بيتكلم جوه دماغها، ومش بتكون فاهمة الصورة دي جاية منين ولا مين بيكلمها. وخالتها لما بتشوفها سرحانة بتقول بسخرية ان هي اكيد بتهيأ لها وبتقدر تحس بابنها يعني، وشغل الامهات ده. ولكن فجأة شان بتحس فعلا انها سمع صوت الطفل الصغير بوضوح، وهو بيقول لها بغضب ان هي غبية جدا لو سمعت كلام خالتها، وسلمت واستسلمت وسابته عندها عشان تربيه وتديه ليونج، لان هي بس اللي هتستفاد وهتبيعه. وبيقول لها الطفل بصوت عاقل جدا ان هو عارف حاجات من المستقبل ومصيرهم المظلم، زي ان هي لو سابته عند خالتها زي ما بتخطط هترميه في الشارع بعد ما تاخد الفلوس وتبدله بالبيبي اللي في بطن بنت خالتها يونج، لان يونج كمان حامل في السر، وان هو هيموت مخنوق ومرمي في الزبالة. وطبعا شان بتخاف جدا وبتترعب ومش بتفهم ازاي تقدر انها تسمع افكار البيبي اللي لسه جنين في بطنها. وساعتها الطفل بيقول لها بسرعة ان ابوه هارو دلوقتي هيجي يخبط على الباب، وانها لازم تكون شجاعة وتواجهه بالحقيقة قبل فوات الاوان. وفعلا الجرس بيرن وشان بتروح تفتح الباب وهي بتترعش، واول لما بتروح بتقابل هارو الشاب الوسيم والغني اللي بيسألها بجدية اذا كانت هي شان اللي قضى معاها الليلة. ولكن خالتها بتقوم بسرعة وبتقول بتوتر ان هي جاية حالا وان دي الخدامة. ولكن قبل ما تروح يونج او الخالة بتتكلم شان وبتجمع شجاعتها وبتقول لهارو بصوت عالي ان هي حامل منه في طفله وان هي اللي كانت معاه. وساعتها هارو بيبص لها بصدمة وبيقول لها بجدية ان لو الكلام ده حقيقي هيتكفل بكل حاجة وهيتجوزها. ولما خالتها بتتدخل وبتقول بصريخ انها كدابة وان بنتها يونج هي اللي حامل في ابنه وان هي اللي كانت معاه، بس شان بتقول بثقة انها تقدر تثبت ان هي اللي كانت معاه في الفندق، وبتقول له قدامهم على علامة وحمة على شكل زهرة اللوتس اللي موجودة في ظهره واللي محدش يعرفها غير اللي شافه. وابنها في بطنها بيقول بفخر ان هي اول مرة تكون ذكية وتتصرف صح. ولكن خالتها مش بتسكت وبتقول بغل ان طالما بنتها مش هتاخد حاجة يبقى هي كمان مش هينفع تاخد، وبتقول عليها كلام وحش جدا وبتتبلى في شرفها زي انها بتحب الشباب كتير وانها فاشلة دراسيا وان الحمل ده مش منه. ولكن هارو مش بيهتم بالكلام ده كله، بيبص لشان وبيصدقها وبيطلب منها تحضر شنطتها فورا عشان تروح معاه على القصر بتاعه وتسيب البيت ده. وفعلا بياخدها، وهناك في القصر الفخم ابو السيد الكبير بيقول بصرامة ان هو هيكون اخصائي التغذية الخاص بيها وهيشرف على اكلها بنفسه، وان العائلة هتعاملها بعدل واهتمام، لان هارو وصى عليها توصية جديدة وقال ان دي ام حفيده. ولما بتقابل والدته الهانم بتتكلم معاها باسلوب قاسي شوية ومتعالي، وبتقول انها عرفت انها كانت في كلية اقتصاد متواضعة وان هي مش هينفع تطمع في اي حاجة من ثروتهم ولا تفكر انها تبقى واحدة منهم. والطفل بيعرف امه في سرها ان دي مرات والده مش امه الحقيقية، وان هي لو قدرت تقرب من ابوه وتكسبه ساعتها هيقف معاها ضد مرات ابوه دي. ولكن لما مرات ابوه هي بتكلمها بتحس بشوية صداع ودوخة. الطفل بيقول لامه ان ده مش صداع عادي، وان السوار الغريب اللي في ايدها هو اللي عامل كده، لان فيه سحر اسود وممكن يخليها تخش في غيبوبة كبيرة جدا وما تموتش. وساعتها شان بتواجه مرات ابوه بشجاعة وبتقول كل المعلومات اللي هي تعرفها من ابنها، وبتطلب منها بقلب جامد انها تقلع السوار ده فورا وهتحس بالفرق. وفعلا اول لما بتقلع السوار بتلاقي ان الضغط راح فجأة وان الالم اختفى تماما. وبيقول رئيس الخدم اللي كان واقف ومصدوم ان عدوة والدته القديمة هي اللي وصلت السوار ده ليهم كهدية صلح. وفعلا هارو بيتأكد بمكالمة تليفون ان السوار اصله غير معروف وان فيه مواد سامة. وساعتها والدته بتطلب منها انها تيجي تقعد جنبها وبتغير معاملتها تماما، وبتسألها بفضول هي فهمت منين الكلام ده وعرفت ازاي. فبتقول شان بكدبة بيضة انها كانت بتتعبد زمان في معبد قديم والكاهن الكبير اللي هناك هو اللي علمها الاحساس بالطاقة، وطبعا ده بيكون اي كلام عشان بس مش عارفة تقول لهم ايه. وبعدها بتخرج مع امه اللي بقت بتحبها وبتبدأ انها تشتري لها حاجات كتيرة جدا وهدايا، وبتطلب منها تشتري اللي هي عايزاه من المول عشان هي دلوقتي مرات ابنها وام حفيدهم، يعني المفروض تبقى شبههم في المستوى والشياكة. وبنشوف بعد فترة وهي بطنها كبرت وقربت تولد، امه دايما معاها وبتسندها عشان يشربوا الشاي سوا في الحديقة. وبتقول لها بصراحة ان في البداية كانت بتكرهها وشايفة انها طماعة، ولكن النهاردة هي بتحبها جدا زي بنتها اللي ما خلفتهاش. وبتطلب منها تتجوز هارو رسمي مش مجرد ام لابنه. فبتقول شان بكسوف ان هي اكيد هتفكر في الموضوع، ولكن لو هو موافق هي موافقة.
وبعدها بتقول امه بفرحه انها حضرت اصلا بطاقات الزفاف والتصميمات عشان تاخد رايها فيها. واول لما بتشوف هشام بتلاقي علامه اللوتس برضو موجوده على الكروت، وساعتها بتسال عليها باستغراب. فبتقول امه ان هم مميزين بالوحمه دي اللي بتيجي عند كل الرجاله دي في العيله، وان ابنها اللي جاي كمان هيبقى عنده نفس الوحمه في منطقه الخصر او الظهر كعلامه وراثيه. وبعدها بتيجي كيرا، ودي بتكون الاكس الممثله المشهوره الخاصه بهارو، وبتقول لها بحقد وغل انها مش هتسامحها ابدا على انها خربت لها جوازها من هارو ولا انها خطفته منها. ولما بتحاول كيرا انها تضربها وتتهجم عليها، شان بذكاء بتمثل انها وقعت على الارض وان كيرا زقتها، وبتقول لها بتمثيل البراءه ان هي كده كده هتمشي ومش عايزه مشاكل. ولكن طبعا بيجي هارو في الوقت المناسب وبتعصب على البنت كيرا، وبيقول لها بصوت عالي انها ام طفله وانها خط احمر. ولما كيرا بتعيط وبتقول بدموع التماسيح ان هو بيحب البنت دي اكتر منها وانها مظلومه، وبتبدا تعيط وتنهار. وساعتها الولد الجنين بيطلب من امه شان ان هي تستعطف هي كمان وتمثل البكاء لان ابوها هيتعاطف مع كيرا لو سكتت. وساعتها بتقول شان بدموع وبراعه ان هي سبب في كل ده وانها اسفه عشان جت حياته ولخبطتها. بس هارو بيقف في صفها فورا لما بيلاقي انها هي كمان متضايقه وبتعيط، وبيطلب من الحارس الشخصي ان هو يخلي اي حد بيضايقها بعيد عنها ويطرد كيرا بره القصر عشان مش عايز غير الراحه التامه ليها ولابنه. وبعد 9 شهور بنشوفها وهي في المستشفى بعد ما ولدت، وبتكون نايمه وتعبانه، والطفل بيوصل بالسلامه، وابو هارو بيكون معاهم ومبسوط جدا وبيشيله، وبيقول ان اخيرا العائله جه لها الوريث المنتظر. ولما بيسال عن صحه الام بتقول الممرضه ان هي تصحى بعد شويه من البنج. ولكن كيرا بتيجي في الوقت ده وبتقتحم الغرفه وبتقول بصوت عالي ان الطفل ده مش ابن هارو وانه ابن حرام. ولما والدته بتطلب منها تسكت وتخرج لان هي كده بتبوظ اللحظه العائليه، فبتقول كيرا بتحدي ان هي عندها الاثبات الدامغ لان كل الناس في العيله عندهم وحمه مميزه على شكل لوتس، وان الولد ده ما فيهوش الوحمه دي. وساعتها والدته مش بتكون فاهمه هي عرفت منين السر ده، ولكن كيرا بتقول ان هارو هو اللي قال لها وهم صغيرين، وان الولد ده لما كشفت عليه مش عنده اي وحمه. وساعتها طبعا بيتخضوا وبيشكوا ومش بيكونوا عارفين يعملوا ايه مع الطفل. وهارو بيكون فاكر ان شان كذبت عليهم وخدعتهم، ولكن والدته بتقول بحكمه ان دي برضه مش دليل قاطع وان هم لازم يعملوا تحليل ابوه DNA، وساعتها بس هيعرفوا مين الكذاب ومين الصادق. وبيفضلوا لمده نص ساعه في توتر وقلق مش عارفين ايه اللي هيحصل في النتائج. ولكن الممرضه بتيجي بعد نص ساعه وبتقول باسف ان النتائج ظهرت وفعلا الولد الصغير مش بيكون من صلبه والتحليل سلبي. وطبعا والدته بتزعل وبتتصدم ان البنت دي خدعتهم كلهم واستغلت طيبتهم. وبتقول كيرا بشماتة انها بتتمنى هارو يكون عرف حقيقتها دلوقتي لانه مش هينفع ينخدع بواحده زيها انتهازيه وبتحب الفلوس مش اكتر. ولما بتصحى شان بتسمع الكلام ومش بتكون فاهمه هو ايه اللي بيحصل وليه بيعاملها كده، ولكن هي بتقول بانهيار ان ده شيء مستحيل لان هي عمرها ما قربت من حد غيره هو. وبتفتكر اخر حاجه قبل الولاده ابنها قال لها ان كيرا هتعمل مصيبه كبيره في المستشفى، وبتطلب من هارو بعياط ان هو يصدقها وان اكيد في حد عدل على التحاليل او زورها او حتى في عمليه تبديل اطفال حصلت. وبتطلب شان انها تمسك الطفل وتشوفه، واول لما بتشيله بتحضنه بتقول بقلب الام ان ده مش طفلها لان هي مش بتقدر تتواصل معاه وتسمع افكاره زي ما كانت متعوده. وبتطلب من كيرا بصريخ انها تخرج ابنها الحقيقي بسرعه لان هي عارفه ان ده مش ابنها. ولكن كيرا بتقول بسخريه ان دي حاجه مستحيله انها تقدر تحدد ابنها وهو لسه مولود وشكله متغير. بس شان فجاه بتسمع صوت ابنها الحقيقي بيندى عليها من بره في الممر، وعشان كده بتخرج بسرعه وهي بتجري عشان تشوف ابنها. وبنشوف ان الولد الصغير الحقيقي بيكون مع شخص غريب بيمثل ان هو دكتور ولابس بالطو ابيض وخارج بالطفل بره المستشفى. والطفل بيفضل يقول في دماغه بغضب ان هو عنده اب وام اغبياء جدا ومش قادرين ان هم يلحقوه وينقذوه. بس ام شان بتيجي في الوقت المناسب وبتطلب من الشخص ده ان هو يقف لان ده ابنها، وبتحاول انها توقفه بكل قوتها وتمسك فيه لحد لما بيجي هارو على الصوت وبيأمر المساعد بتاعه ان هو ياخد الطفل من الراجل. وفعلا شان بتاخد الولد وبتكشف على ظهره وبتوريهم الوحمه الواضحه على ظهره. ولما هارو بيتاكد بيزعق في الراجل وبيقول انت مين عشان تخطف ابني، ولكن الولد الخاطف برضه بينكر. وساعتها هارو بيقول بتهديد ان هو هيعمل تحليل وهيكتشف هو مين اللي وراه ومين اللي دفع له. ولما بتيجي كيرا بتشوف المنظر بتكون خايفه جدا ان هو يكون قال حاجه او اعترف عليها. ولكن شان بتقول ان هي حاجه غريبه شويه هو يخطف الطفل. وبعدها تيجي كيرا صدفه وتقول ان الطفل ده مش طفلهم ويكون معاهم طفل بديل جاهز، وان هي شايفه ان عمليه تبديل الاطفال كانت مجرد عمليه مدبره عشان يخلوها تسيب العيله وتطرد. وساعتها هارو بيقول بوعيد ان هو يكشف الموضوع ده بنفسه. وساعتها الولد الصغير بيطلب من امه تلحقه لانه كان هيتخنق من اللفه. وفعلا بياخدوه للدكتوره وبتطمنهم عليه وبتقول ان هو هيكون كويس بعد شويه. وبعدها هارو بيعتذر منها بصدق وبيقول ان هو النهارده ظلمها وشك فيها، وان كيرا لو هي اللي ورا المشكله والمؤامره دي هو مش هيخليها تفلت من العقاب. وبعدها لما بتقعد مع ابنها لوحدهم بتعرف منه سر خطير وهو انه له روح كاهن كبير وقديم، وعشان كده هو معاه الطاقه السحريه دي والوعي الكامل. وبيطلب منها عشان يرجع لقوته الكامله انها تعمل حسنات واعمال خير. وساعتها بيطلع لها من العدم حرفيا سلسله سحريه مكونه من 108 خرزه، وبيقول ان مع كل عمل خير حقيقي واحده منهم هتنور. ولما بيوصلوا لل 108 خرزه منوره ساعتها بس هيوصل للقوه بتاعته الكامله.
السلسلة، واول عمل خير بتعمله بحماس انها بتساعد ست عجوزة تعدي الشارع في الزحمة، ولكن لما مش بتلاقي ان ولا واحدة نورت في السلسلة بتستغرب جدا، وساعتها ست كبيرة بتقول بغضب ان هي اصلا كانت بتعدي الشارع بالعافية ووصلت، وان هي سحبتها ورجعتها للشارع اللي هي لسه جاية منه بالغلط، وان هي كانت واقفة هناك مستنية الاتوبيس، ولما بتفهم شان غلطتها بتعتذر منها بكسوف وبترجعها تاني، وبعدها بتقابل شحات وبتديله فلوس، وفعلا اول واحدة بتنور وبتفرح، ولكن بعد شوية بتنطفي تاني، لان اول لما البلدية بتيجي الشحات بيطلع يجري وبيطلع نصاب، وبتكون كده اديته فلوس على الفاضي وخلاص. وبعدها بنشوف كيرا وهي مع مانج، ودي بتكون عدوة عائلة هارو الاولى والمنافسة ليهم، وبتطلب منها المساعدة والتحالف لان شان اخذت كل حاجة منها، وحتى هارو معجب بيها جدا ونسيها، وساعتها بتقول لها مانج بخبث ان هي مش هتساعدها عشان خاطر هي بتحبها او عشان سواد عيونها، بس هي هتساعدها عشان هي مش بتحب العيلة دي وبتكرههم جدا وعايزة تدمرهم، وان هي تعمل مكائد وخطط عشان توقع ما بينهم وتفرقهم. وبعدين بنشوف هارو ومراته هما الاتنين خارجين من المستشفى بعد ما الطفل الصغير بقى كويس، ولكن وهم خارجين بيلاقوا ان امه وابوه داخلين ومعاهم جده الكبير على النقالة وحالته خطيرة، ولما بيجري هارو عشان يفهم في ايه بيعرفوا ان جده لما كان راجع من السفر عمل حادثة بسيطة ودلوقتي دخل في غيبوبة مفاجأة، والدكتور بيخرج وبيقول بأسف ان هو محتاج عملية دقيقة ومحتاج رئيس القسم الجراحي، ولكن هو دلوقتي في اجازة ومختفي وان هو مش هيقدر يجي اكيد ومش قادرين ان هم يوصلوا له اصلا. وساعتها الطفل الصغير بيقول لامه في سرها ان هو احسن واحد يدور على الناس بقدراته، وان هم دلوقتي جات لهم فرصة عشان يجيبوا حسنات حقيقية وينوروا السلسلة، وبيقول لها العنوان وان هو في بار ضوء القمر. ولما شان بتقول المعلومة دي للدكاترة وهارو، الدكتور بيقول ان دي حاجة مستحيلة لان الدكتور مش بيشرب ومحترم، بس هي بتقول باصرار ان هي متأكدة وان هي مش عندها اي وقت تشرح هي عرفت منين، وبتطلب منهم يبعتوا حد هناك فورا وهم هيتأكدوا بنفسهم. وفعلا بعد 5 دقايق بيوصل الدكتور الكبير مع مساعد هارو، ولما بيسأل المساعد بتاعه بذهول هو كان فين بيقول نفس المكان اللي هي قالته بالظبط، ومش بيكون مستوعب هي عرفت منين السر ده. وساعتها شان بتشكر الولد الصغير في سرها لانه هو اللي ساعدها وانقذ الجد. وبعدها بنشوف ان الدكتور بيكون جاي مع بنته الصغيره اللي اصلا راح البار عشان ياخدها منه ويراقبها، وبتكون مش عايزه تستناه وتمشي، بس حارس هارو بيطلب منها تستنى لانه هو اللي طلب منهم كده. وساعتها الطفل بيطلب من امه انها تساعد البنت دي لان هي في ازمه نفسيه، وفعلا بتروح شان وبتقعد جنبها وبتسالها بلطف عن القطه اللي هي بتتفرج عليها في التليفون بحزن اذا كانت بتاعتها، فبتقول البنت ان هي عندها القطه دي من 5 سنين، ولكن هي بسبب الدراسه وضغط ابوها اهملتها، وابوها طبعا مش بيحب القطط وعشان كده عمره ما اهتم بيها، وبيقول انها ماتت وهربت، بس شان بتطلب منها تروح معاها مشوار صغير وهتخليها ترجع قطتها. وفعلا بتخرج مع البنت وبيفضلوا يتمشوا على الكورنيش وفي الشوارع الجانبيه لحد ما بيلاقوا القطه بتاعتها اللي بيكون اسمها سالي على شجره عاليه، وطبعا اول لؤلؤه في السلسله بتنور بجد وبتفضل منوره، وبيتفرج عليها هارو من فوق في شباك المستشفى وبيكون مبسوط جدا منها ومن طيبتها. وبعدها الدكتور بيخرج من العمليات وبيطمنهم ان الجد كويس، واول لما جده بيصحى وبيفوق بيسال عن مرات حفيده وابنها، وساعتها بتروح شان توريه ابنها وهو بيشيله وبيقول ان هو طفل رائع جدا وفي ملامح العز. وساعتها بقى بتفكر شان مع نفسها اذا كان حادثه الجد مدبره ولا لا، بما ان هي خلاص بقت ذكيه وعارفه مين الشرير ومين الطيب، ولكن بتقول ان هي مش هتقدر تعرف دلوقتي ولازم تركز في حمايه ابنها. وبعدها بيطلبوا من الجد ان هو يطلع اسم للولد الصغير، فبيقول ان هو شبه المعجزات وعشان كده هيسميه تين لان هو اسم يدل على قوه صاحبه والبركه. وبعدها والدته بتقول لهارو بجديه ان هو لازم يتجوز شان رسمي لانها مش هتنفع تعيش معاه في البيت وهما مش متجوزين والناس تتكلم. وفعلا بيروحوا على مكتب الشؤون القانونيه وبتساله شان اذا كان عايز يكمل معاها حياته بجد، فبيقول ان هو موافق لان هو مش بيحبها حب العشق لسه ولا برضه بيكرهها، هو عادي ومتقبل وجودها. ولما بيخلصوا اجراءات الزواج بيروحوا على شغله وهو بيطلب منها ترجع على البيت وتتصل بيه اول لما ترجع وتطمنه. ولكن بعد ما هو بيمشي بتشوف شان بنت خالتها يونج وهي رايحه عند شخص اسمه وانج، وبتقول بصوت عالي انها حامل في طفل منه وان هي مش عارفه تعمل ايه في ابنها ومستقبلها. ولكن وانج بيكون معاه حبيبته الجديده اللي لسه خارج معاها من مكتب الشؤون القانونيه ومتجوزها، وبيطلب منها ببرود ان هو هيشوف المجنونه دي وبعدين يرجع لها. وفعلا البنت بتمشي وهو بياخد يونج على جنب وبيقول لها بأسوأ ان هو طلب منها تتخلص من الطفل ده من زمان وان هو مش مسؤول تماما عن الطفل ده وانها غلطتها، خصوصا انها بتيجي كمان قدام مراته عشان تعمل معاه مشكله وتفضحه. وطبعا شان بتصور كل ده فيديو عشان يكون معاه دليل على كذب وخيانه بنت خالتها، ولكن وهي بتصور بتلاقي ان هو ضرب يونج بالقلم ووقعها. وطبعا بنت خالتها يونج بتتعب جدا وبتنزف بما ان هي حامل، وبتطلب شان الاسعاف لها فورا وبتفضل جنبها رغم كل اللي عملته. ولكن على الطريق خالتها ام يونج بتعمل حركه غريبه جدا وجنونيه وبتقعد قدام عربيه الاسعاف في الشارع وبتقول انها عايزه تعويض لانهم خبطوها. ولما الممرض بيقول بصريخ ان عنده حاله خطيره جوه ممكن تموت، بتقول الخاله ببرود ان هي مش لها اي علاقه وانها عايزه فلوس، وبنعرف ان هي مش عارفه ان بنتها يونج هي اللي موجوده في العربيه وبتموت. ولكن الممرض زميله بيقول ان هم لازم يتحركوا حالا، والخاله بتقول ان هي مش هتهتم بالشخص اللي معاه في العربيه لان هو
هو حتى مش قريبها ولا بنتها مثلا. ولكن لما شان بتلاقي ان الموضوع طول بتنزل من العربيه تشوف فيه ايه، وبتلاقي خالتها وبتقول بصدمه ان اللي هي بتعمله ده غير قانوني بالمره وانها بتموت بنتها. وساعتها بتقول شان ان هي لو ما اتحركتش دلوقتي بنتها يونج مش هتعيش اصلا، لان بنتها هي اللي في العربيه الاسعاف. ولما خالتها بتقول ان هي بتقول اي كلام عشان تخوفها بتطلب منها تقوم تشوف بنفسها. وفعلا لما بتقوم وبتفتح الباب بتلاقي بنتها يونج غرقانه في دمها، وبتطلب منهم يتحركوا بسرعه للمستشفى وهي بتصرخ من الندم. ولما بيكونوا في المستشفى الدكتور بيخرج وبيطمنهم وبيقول ان الام والطفل في امان وان حالتهم مستقره، ولكن بسبب الالم الشديد اللي هي حسته والدم اللي هي نزفته مش هتقدر انها تخلف تاني من بعد الطفل ده. وطبعا الام خالة شان بتقع على الارض بسبب الصدمه والبكاء. ولكن لما بتخرج شان بتنزل يونج على ركبتها قدام شان وبتقول بدموع ان هي مدينه بحياتها وبحياه ابنها ليها، وان هي متاسفه عن اي حاجه وحشه عملتها فيها. وكمان خالتها بتتاسف منها وبتقول انها بنت طيبه جدا وانها غلطت في حقها. ولكن بتوصل الخالة مكالمة في الوقت ده وبتروح ترد بعيد في الطرقة، وبيكون متصل واحد من عصابة مديونة هي ليهم بمبلغ كبير جدا من القمار، وبيقول بتهديد ان هو هيقتلها هي وبنتها لو ما دفعتش. بس هي بتطلب منه شوية وقت مهلة بس، وهو بيقول بصرامة انه اخرها 3 ايام بس ومن بعدها يأذيهم كلهم. ولما بترجع الخالة بتطلب من شان بتمثيل المسكنة ان هي تساعد بنت خالتها يونج في مصاريف اللبن والبامبرز وكل الكلام ده. ولما بنت خالتها يونج نفسها بتكون عزيزة النفس وبتقول ان هم غلط يطلبوا حاجة منها بعد اللي عملوه، ولكن شان بتكون طيبة القلب وبتديهم الفيزا كارد بتاعتها عشان تصرف على الولد الصغير. ولكن لما بيشوف امها ماسكه الفيزا بتقول لنفسها بطمع ان 500 الف اللي في الفيزا دي مش هتكمل ربع الفلوس اللي العصابة طالباها، وان هي مش عارفة تتصرف ازاي في الباقي. وبعدها بنشوف شان وهي في القصر مع رئيس الخدم العجوز وبتسأله باهتمام هو زعلان ليه وشكله حزين. فبيقول بكسرة نفس ان هو كان المفروض يروح عيد ميلاد حفيده النهارده، ولكن هو مش موجود عشان يعمل له عيد ميلاد اصلا لانه من سنين اختفى فجأة، وان البوليس دور عليه في كل مكان ولكن مش قادرين ان هم يلاقوه وفقدوا الامل. ولما بتطلع شان تسأل ابنها تين في سرها اذا كان يقدر ان هو يساعدها في العثور على الولد، فبيقول تين ان هو هيحاول يكشف مكانه. وساعتها بيقول بعد شوية تركيز ان هو قدر يلاقيه في مكان مهجور، ولكن هي مش هتقدر لوحدها تجيبه لان في عصابة خطيرة هي اللي خطفته، وان هما مش معاهم الطفل ده بس، وان هما معاهم 6 غيره، يعني معاهم 7 اطفال مخطوفين. وبتقرر شان بشجاعة انها تروح تنقذهم، وبتقابل جوزها هارو قبل ما تخرج، وساعتها بتقوله عن الموضوع وانها شاكه في مكان معين. وبتصل هارو بالرجاله بتوعه والحراس عشان يتحركوا على المكان اللي هي قالت عليه فورا، وبيقول لها ان كل حاجه هتكون كويسه وانها لازم تفضل في البيت. وفعلا بعد ساعه بيخش رئيس الخدم وشايل حفيده بيعيط من الفرحه، وبيقول ان هو شاكر جدا لها والجميلها. وبتيجي الحكومه والشرطه وبيسلموها شهاده تقدير كبيره جدا وميداليه شرف تعلقها في الاوضه بسبب المجهود اللي هي عملته وانقاذ الاطفال. ولما ده بيحصل في اضواء كتير جدا بتنور في اللؤلؤ اللي موجود في السلسله السحريه. وقبل ما تنام بيطلب منها جوزها هارو تحضر نفسها بكره عشان عندهم حفله رسميه ومهمه هيحضروها سوا. وتاني يوم بيروحوا مع بعض الحفله وبيقابلوا امير دوله اجنبيه نازل اجازه عندهم، وهناك بتكون كيرا ومانج الاعداء موجودين. وبتقول كيرا بخبث انه مش من اللازم ان هارو كان يجيب مراته الجاهله لانه جاي يقابل الامير وده بروتوكول. ولكن شان بترد عليها بذكاء وبتقول ان هي مش هتحرج جوزها، بالعكس هما الاثنين هيكملوا بعض. وبنشوف ان الامير بيكون اتعلم اللغه الصينيه اخر فتره وبيقدر يفهم كلامهم، وبيقول باعجاب ان هو من نظره عين قدر يكتشف ان شان محاوره رائعه جدا ولبقه، لانها بتقدر ترد ردود دبلوماسيه جدا تخليها هي المسيطره في الحديث. ولما البنتين كيرا وشان بيخشوا على الحمام، كيرا بتهدد شان ان هي تتحداها وان هي فتره صغيره بس وهارو هيزهق منها وساعتها يرميها في الشارع ومش هيكون لها ظهر تتسند عليه. ولكن شان بتستفزها بالكلام وبترجع على الحفله. ولكن اول لما بترجع بتلاقي ان الامير عنده حاله زي صرع ومغمى عليه، مش بيكونوا فاهمين هو ماله. وساعتها المساعد بتاعه بيقول بفزع ان هو عنده حساسيه قاتله من الورود اللي في القاعه. ولكن اللي بتنقذه هي شان بسرعه بديهه بدواء ابنها اللي معاه في الشنطه. وطبعا بيفوق الامير وبيقول ان هو كويس دلوقتي وده كله بفضل شان، وبيمدح في زوجة هارو وبيقول انها اشبه بالملاك المنقذ. وطبعا كيرا بتكون متضايقه جدا انها اخذت الاضواء منها، وبيقول الامير ان هو عايز يكافئها. فبتقول شان بتواضع ان هو لو عايز يعمل حاجه ممكن يعمل مكافاه مع جوزها وشغله. فبيقول الامير ان هو يعمل معاه شركه وشراكه وهتكون اكبر شركه في الشرق الاوسط كله كهديه. وبالليل بتكون شان بتتكلم مع الطفل في اللي بيحصل وبتقول انها قربت ترجع له القوه. ولكن جوزها هارو بيخش الاوضه من غير ما يخبط، وهي بتتخض طبعا اول لما بتحس بيه وبتساله هو دخل امتى. فبيقول ان هو سمعها بتتكلم عشان كده دخل يشوفها بتتكلم مع مين، ولكن الظاهر انها كانت بتغني لابنها شويه. وتاني يوم بتكون بتحضر نفسها عشان حفله تانية، ولكن المصممه بتطلب منها تقلع السلسله اللؤلؤ عشان مش لايقه مع الطقم الجديد. وفعلا بتقلعها السلسله وبتشيلها على جنب، وبنعرف ان فاضل لؤلؤه
نقطة واحدة بس من 108. وبتقول شان لنفسها ان الفترة اللي فاتت هي كانت بتعمل الحسنات عشان خاطر السلسلة، بس بعدين ده خلاها تعمل الاعمال الخيرية من غير وعي وبحب، وانها بتنبسط لما بتلاقي الناس مبسوطة. واخر حاجة خيرية بتعملها انها بتساعد المصممة بتاعتها في الشغل لانها بتكون تعبانة شوية، وساعتها كل السلسلة بتنور وبيقدر الولد ان هو يسترجع القوة السحرية كاملة، وبتظهر الروح القديمة في هيئة يشم صغير ومضيء. وبتقول لشان انها شاكرة جدا لها انها كانت بتتعامل معها طول الفترة اللي فاتت دي بحرص شديد وحب، وانها قدرت تخليها ترجع لقدرتها، وان هي دلوقتي لازم ترجع لمكانها الاصلي في العالم الاخر. ولكن ده مش هيأثر على طفلها تين في حاجة غير ان هو هيرجع طفل طبيعي عادي جدا من غير اي قوة خارقة. وبتقول لها انها مش هتقدر تفضل هنا كتير، ولكن هي عايزة تحذرها من اخر حاجة قبل ما تمشي، وهي التسريبات والمؤامرة في حفلة الزفاف. وطبعا شان بتكون زعلانة جدا لان الروح دي ساعدتها كتير جدا، ومن بعدها بتفضل زعلانة فترة وسرحانة لدرجة ان حماتها بتسأل جوزها هارو اذا كان مزعلها لان هي دايما سرحانة ومش طبيعية. وعشان كده بالليل بياخدها هارو بالعربية عند مكان رومانسي هو عامل فيه ترتيبات خاصة ان هو يتقدم لها بخاتم الزواج الحقيقي والمخصوص، وبيقول لها ان هو كان المفروض يعمل الموقف ده من بدري، ولكن هو كان مستني اللحظة المناسبة. وبعدها بتقول شان ان عندها سر عايزة تقوله، وبتفهمه كل حاجة حصلت ليهم من البداية عن الروح اللي كانت جوه ابنهم وقدراته. وطبعا هو بيتفاجئ من حاجة زي دي بس مش بيعمل اي تصرف غبي، وبيقول بامتنان ان هو مبسوط عشان هي كانت بتقدر تساعدهم، وان الطفل دلوقتي في امان ومستقبله طبيعي. وبعدها بنشوف كيرا وهي مع خالة شان الخاينة، ومعاها كمان العصابة المديونة ليهم بالفلوس. وبتقول كيرا انها تقدر تسدد كل الفلوس عن الخالة، ولكن عايزة منها طلب واحد بس، وهو انها تبوظ فرح شان وهارو وتفضحهم. وتاني يوم فعلا بتشوفها وهي داخلة معاها يونج بنتها عند شان وهي تلبس فستان الفرح. وطبعا يونج بتكون فعلا طيبة ومش بتمثل، وبتقول لبنت خالتها ان هي حلوة قوي في الفستان، ولكن امها الخالة بتروح تتسحب عند مكتب هارو وبتقول ان هي تحط الفيروس اللي معاها في اللابتوب بتاعه، وساعتها الفرح هيبوظ وكل ملفات الشركة هتضيع ويقدروا ان هم يفضحوها. ولكن لما بيجي وقت الفرح وبيكون هارو نازل مع عروسته شان على السلم، الكل بيقول بانبهار ان هم شكلهم جميل جدا ولايقين على بعض، واهله بيكون فرحانين عشانهم. ولكن فجأة بتخش مانجو وكيرا القاعة وبيقولوا ان هم جم متأخر شوية بس عشان هم عندهم شوية اسرار وفضايح عايزين يقولوها، وبيقولوا ان هم معاهم مشاريع سرية مسروقة من الشركة وبتكون نزلت على الانترنت كمان عشان تدمر سمعة هارو. ولكن هارو بيقول ببرود وثقة ان الحاجة اللي نزلت على النت دي مزورة وغير حقيقية، ومش بتكون كيرا عارفة ازاي ده حصل وان خطتها فشلت. فبيقول هارو بذكاء انتم فاكرين ان انتم هتبعتوا حد في البيت عندي يعمل كده وانا مش هعرف ولا هكشفه. وبتجيب رجالة الامن خالتها وهي متكلبشة وبتعترف عليهم قدام الكل ان كيرا هي اللي طلبت منها تعمل ده وتسرق الملفات في مقابل سداد الديون. والبوليس بيجي وبيقبض عليهم كلهم وسط ذهول الحاضرين. وبعدها مساعد هارو بيجي ومعاه هدية غريبة مش سابة قدام باب البيت، ولما بيفتحوها بيلاقوا طبق ذهبي اثري ولكن طالع منه صوت الروح الطيبة اللي كانت بتكلم شان. وبنعرف ان هارو بيقدر يسمع هو كمان المرة دي، والروح بتقول لهم ان هي هتفضل معاهم بروحها عشان ترشدهم للطريق الصح وتحميهم. وبيخلص الملخص على ضحكة العيلة السعيدة وانتصار الخير.